هقول لكم ايه اكتر شخصية بيكرهها كل برج. يعني لو عايز تضايق شخص من برج معين، او عايز تستفزه او عايز تضايقه، اعمل او خلي عندك الصفة دي او اتعامل بالطريقة دي. طيب، برج الحمل اكتر شخصية بيكرهها، ممكن تعصبه كده وتخليه ممكن يرتكب جريمة او يعمل عملة يعني. هي الشخصية البطيئة الهادية قوي، اللي بتاخد الخطوة في 10، بتاخد 10 سنين تفكير قبل ما تاخد قرار. هو حماس، الحماس عنده عالي قوي، بيبقى فراك كده وعايز الحاجة تتعمل بسرعة، عايز اكشن، عايز حد يلعب ويروح ويجي معاه. فالشخص الهادي البطيء، اللي الخطوة عنده بياخدها في كتير، و... يعني ما بياخدش قرارات سريعة. ده اكتر شخص واكتر شخصية ممكن تضايق او تعصب او تنرفز برج الحمل. برج الثور اكتر شخصية في الحياة بيكرهها، او اكتر صفة او اكتر حاجة بيكرهها هي المجادلة. الشخص اللي بيقعد يقاوح كتير قوي معاه. برج الثور حاضر وطيب ونعم، بس انت كده حطيته في جيبك، انت كده كسبته، كده هيبقى حبيبك العمر كله. لكن بقى ليه؟ ازاي؟ طب فهمني، طب اقنعني، طب قولي، طب كل الاسئله دي بتعصب برج الثور بشكل مش طبيعي، بجد بشكل مش طبيعي. ف... فالشخصيه اللي هي ما بتعرفش تقول حاضر وطيب ونعم كده وخلاص ومن سكات زي حالاتي، ما بتسلكش مع برج الثور، لانه ما شخصيه ما بتعرفش تسمع الكلام، ما بتعرفش تقول طيب وخلاص وتسكت، لا لازم تفهم وتسأل بدل السؤال 10، وطب اقنعني، طب فهمني، طب مش عارف ايه، ومقاوحة لبعد بكرة. فالشخصية دي ما بتسلكش خالص مع برج الثور. تالت برج هو برج الجوزاء، واكتر شخصية بيكرهها برج الجوزاء هي الشخصية الروتينية المملة. الناس اللي هي ماشية في حياتها، بتصحى الصبح تفطر بيض، وبعدين تنزل تروح الشغل تشرب القهوة في الشغل، وبعدين تقعد تشتغل ال8 ساعات، تخلص شغل وتروح. لا لا، الناس اللي هي ماشية على سيستم، اللي حياتها ما بتحبش التغيير وما بتحبش الفرق الكتير وكده. الناس الشخصية دي أكتر شخصية يكرهها برج الجوزاء. برج الجوزاء يحب إيه؟ يلا لم شنطتك وهننزل نطلع اسكندرية دلوقتي، هوبا أنا جاية معاكي يلا ماشي، وانزل احضر الشنطه ونروح سوا. تعالى بقول لك ايه، ده في مطعم جديد فتح في لالا لاند، هنروح نجربه. اه يلا بينا، طب هحضر بس حاجتي واجيلك. هو عايز حد دايس معاه في اي بتاع، ده يبقى حلو قوي معاه وعلى قلبه زي العسل. لكن شخص بقى، لا اصل انا راجع من الشغل تعبان مش قادر انزل، لا اصل انا عندي بكره شغل الصبح فمش هعرف، لا لا لا، دي اكتر شخصيه في الحياه يكرهها برج الجوزاء. نيجي بعد كده لبرج السرطان. اكتر شخصية بيكرهها برج السرطان هي الشخصية الوقحة، الشخصية الدبش، الشخصية اللي ما بتفكرش في الكلام قبل ما تقوله، لان السرطان بطبعه شخص دايما بيحط نفسه مكان الناس قبل ما يتصرف اي تصرف، او قبل ما يعمل اي حاجة في الحياة لازم بيحط نفسه مكانك، و... وبيشوف الحاجة دي هتبقى حلوة لو عملها ولا لا، بيفكر كتير قوي وبيحط نفسه مكان الناس قبل ما يتصرف اي تصرف. عشان كده اكتر شخصية بيكرهها، خصوصا ان هو حساس قوي، ان هو كلمة بتأثر فيه بشكل مش طبيعي فوق الوصف. فاكتر شخصيه بيكرهها هي الشخصيه الوقحه، اللي ما بتفكرش في الكلام قبل ما تقوله، اللي بترمي دبش من بقها طول ما هي بتتكلم، اللي بتوجع غيرها بكلام من غير ما تفكر فيه، الكلام اللي هو ايه، الكلام ما بيعديش على مخها، بيتزحلق على لسانها وبيطلع على طول. ده الشخصيه اكتر شخصيه ممكن يكرهها برج السرطان. بعد كده برج الاسد. اكتر شخصيه بيكرهها برج الاسد هي الشخصيه اللي بتنتقد كتير، اللي بتقعد تطلع القطط الفاطسه في الحاجه من الاخر، واللي بتنتقده هو شخصيا كمان كتير. برج الاسد اكتر حاجه بيحبها هي المدح، اقعد دلعني كده وسمعني كلام حلو وفخم وعظم فيا طول الوقت، احبك وهتبقى صديقي الصدوق. لكن هتقولي اصل انت تخنت كده ليه، اصل انت طولت كده ليه، اصل انت بتعمل حاجه بالطريقه الفلانيه ليه، لا اخرجك من حياتي.
ما بيحبش حد يقول له نقد، حتى لو كان هو عارف الصح وعارف ان هو تخن مثلا، وجه حد بيقول له انت تخنت كده ليه. لا بالنسبه لي اروح اموته احسن، ولا اني اسمع منه ما خلاص يا عم، ما انا عارف ان انا اتخنت وانا مستنيك تقول لي ان انا اتخنت. وبيبقى رد فعله اجريسيف احيانا كتير تجاه اي شخص من الشخصيات دي، اي حد بيحاول يقول له نقد، ايا كانت الطريقه، حتى لو نقد بناء، يعني حتى لو انت بتقول له نصيحه عشان يطور بيها من نفسه او عشان انت عايز مصلحته، او لا ما تنصحنيش، ما انا عارف انا بعمل ايه وانا عارف مصلحتي، مش مستني حد يعرفني. نيجي بعد كده لبرج العذراء. برج العذراء اكتر شخصيه ممكن بيبقى بيكرهها هي الشخصيه السطحيه، الشخصية اللي ما عندهاش حلم، ما عندهاش باشن، ما عندهاش هدف في الحياة، شخصية عايشة عشوائية كده، ما عندهاش، مش ماشية على بلان، بتعيش اليوم بيومه وبتصحى الصبح تشوف اليوم ماشي ازاي وتمشي معاه، ما بتبقاش حاطة خطة ليومها وخطة لحياتها، ما بتبقاش حاسبة حساب بكرة. الشخصية اللي هي عايشة شوية زي انا كده، انا بحب اعيش اليوم بيومه، وما بحبش اقعد افكر في بكره ولا اعمل حساب اللي جاي، ولا بحب اعيش كده، اصحى من النوم اشوف اليوم بيقول ايه النهارده. ده يعصب برج العذراء جدا. برج العذراء بيحب كل حاجه تبقى ماشيه 1 2 3 4، هنعمل كذا وبعد كده هنعمل كذا وبعد كده هنعمل كذا وبعد كده هنعمل كذا. اليوم بيبقى ماشي عنده بمواعيد، الساعة كذا هقابل فلان، والساعة كذا هقابل فلان. بيحبش بقى الشخصية العشوائية دي اللي هي ماشية الحياة كده هلهلي، يعني زي ما بيقول. برج الميزان بقى أصلا شخص خلقه ضيق جدا، باله مش طويل بجنيه. أنا بحب لخص ما تقعدش تهري. فاكتر شخصيه بيكرهها هي الشخصيه اللتاته، اللي هي تستفزك كده وهي عماله بتلت وتعجن في اي كلام فاضي. الشخصيه اللي بتتبارد على خلق الله، اللي هي ابقى انا متعصبه وبتخانق وعايزه حد بقى ياخد ويدي معايا في الخناقه كده، ارمي لك كلمه ترمي لي كلمه والخناقه تولع ويلا بينا. فلاقي مثلا انا عايزه ازعق، عايزه اتخانق مع حد، فيقول لي ماشي خلاص. ماشي خلاص ايه؟ وايه اللي ماشي؟ رد عليا كده، كلمني. لا حصل خير. حصل خير دي اللي هي المفروض انها تنهي الموضوع بالنسبه لاي حد تاني طبيعي. بالنسبه لبرج الميزان لا، لا حصل خير ومعلش حقك عليا انا اسف مثلا، من غير ما اخرج انا اللي جوايا وامشي الخناقه كده. طلع، سيبني اطلع، ما تبططنيش، ما تكبتنيش. لا اديني مساحتي في ان انا اخرج كل اللي جوايا، وبعد كده اقول لي حقك عليا وانا اسف وصالحني وكل حاجه. طريقتك ما تبقاش مستفزه، يعني حاول ما تبقاش مستفز. عشان تكسب برج الميزان لازم تكون شخصيه مش بارده، مش مستفزه، مش لتاته، ومش نحنوحه. يعني برضه عشان هو ما بيحبش الشخص النحنوح قوي ده، اللي لو مسكه هيتكسر. فدول الشخصيات اللي بيكرههم برج الميزان كتير شويه. بعد كده برج العقرب. برج العقرب بيكره جدا جدا جدا، لان زي ما قلت لكم في كل فيديوهات برج العقرب ان هو شخص الباشن او العاطفه، الايموشنز عنده عاليه جدا، كل المشاعر عنده بتبقى عاليه. هو شخص عاطفي قوي، فكل حاجه بياخدها على جوه جدا، ديب قوي، ومشاعره بتاثر فيه قوي، وبيروح للاكستريم في كل حاجه. زعل يروح للاخر، حب يروح للاخر، كل حاجه في حياته بيعملها للاكستريم جدا. لما بيكون متضايق بيفضل متضايق كتير، ويقعد بقى يكتئب ويعيش المود لحد اخره. اما بيكون فرحان بيفضل بيملى الدنيا كلها حواليه فرحه. فاكتر شخصيه بيكرهها برج العقرب هي الشخصيه البارده، اللي بيحس انها ما عندهاش مشاعر، وشها بوكر فيس، ما بتتأثرش، ما عندهاش ردود فعل، هادية وباردة، ومشاعرها مش باينة عليها. يعني مشاعرها في هو بيحب الناس اللي هي ايه، تفرح وشها يبقى فرحان، كل البادي لانجوج بتاعتها تبقى باينة ان هو مبسوط،
كلامه. العقرب كمان بيحب يسمع كتير، بيحب بودنه جدا، بيحب يسمع كلام حلو، بيحب يتدلع، بيحب تقعد تقول له بحبك، مش كتير عشان ما يزهقش، ما تخنقوش يعني، بس بيحتاج الشخص اللي معاه يعبر بالكلام. في ناس ممكن تستكفي بالفعل، اللي هو ما تقوليش كلام حلو بس تعمل بيه، ما تقوليش بحبك بس اثبت لي انك بتحبني. لا، العقرب لان هو اوريدي ما بيكونش صدق انك بتحبه غير لما بتكون عديت باختبارات كتير جدا، فهو عارف انك بتحبه، هو مش محتاج تثبت له انك بتحبه، بس محتاج يسمع كلام حلو كتير يغذي مشاعره. هو بيعيش وبيتعايش كده على الكلام الحلو، فلازم تغذي مشاعره كتير جدا وتسمعه كلام حلو كتير جدا، تشبعه حب، بس في نفس الوقت ما تبقاش ملزق، الكلام يبقى طالع من قلبك، لانه بيعرف يفرق كويس قوي بين الكلام الفيك والكلام اللي من القلب. برج العقرب ما بيضحكش عليه، لو مهما حاولت تقول له كلام حلو او تفخم فيه او تدلعه او كده بالكذب، ممكن يبقى مبسوط، له هو قاعد بيتدلع وبيسمع كلام حلو، لكن هيبقى عارف انه من ورا قلبك، هيبقى عارف انك منافق، هيبقى عارف انك كذاب. لكن هو قشطة، حد بيفخم فيا فتمام يعني، بس مش هتسلك معاه. بعد كده برج القوس. برج القوس اكتر شخصية بيكرهها هي الشخصية الزنانة. برج القوس ما بيحبش ابدا الزن. هشوفك امتى؟ طب هننزل امتى؟ طب يلا نخرج؟ طب هنروح المكان الفلاني امتى؟ انت ما اتصلتش بيا ليه؟ انت بتعمل ايه دلوقتي؟ انت رايح فين؟ انت جاي منين؟ انت ما كلمتنيش ليه؟ كل النوعية دي من الاسئلة بيكرهها جدا برج القوس، الشخصية الزنانة. في ناس ما بيجيش غير بالزن، اللي هو عشان يعمل الحاجة تقعد تزن عليه مرة واتنين وتلاتة لحد ما يجيب اخره فيقوم عاملها لك، اهو بقى خلاص ماشي هعملها. القوس يعند، القوس لو فضلت تزن معاه كتير هيعند، طب والله ما انا عاملها، اللي هو لا ما تزهقنيش، وممكن اساسا يقطع يخرجك من حياته. هو ما بيحبش، مع ان بقى هقول لك حاجة او هقول لكم حاجة، هو نفسه في طبعه الزن، لما بيعوز حاجة قوي بيفضل يزن عليها كتير جدا، لكن هو ما يحبش حد يزن عليه. اما بيحب حد قوي بيقعد يكلمه كتير جدا ويحب فيه كتير جدا، بس هو ما يحبش الشخص اللي مرتبط بيه يخنقه ويفضل يتصل بيه كتير ويكلمه كتير، وانت فين وما كلمتنيش ليه ورحت فين وجاي منين. فهو في الحتة دي شوية متناقض. بس هي اكتر شخصية بيكرهها برج الثور، برج القوس، هي الشخصية الزنانة اللي هي لت لت لت. طيب بعد كده برج الجدي. اكتر شخصيه بيكرهها برج الجدي هي الشخصيه السلبيه، الشخصيه المحبطه، اللي ماشيه بتوزع نيجاتيف انرجي كده على خلق الله وبتمتص البوزيتيف انرجي. مثلا بيحكي له على بروجكت هو عايز يدخله او مشروع عايز ينجح فيه او حاجه عايز يحققها في حياته، فيقول له لا انت مستحيل تعرف تعمل كده، بيكسر مقاديفه زي ما بيقولوا. بيحبطوا بيهبطوا. الشخص اللي بيهبطه ده اكتر شخص في الحياة برج الجدي بيكرهه. شجعني كده واديني دفعة حماس، يلا لا انت تقدر، انت هتعرف تعمل اي حاجة، طب جرب كذا وجرب كذا، طب خليك مش عارف ايه، طب لو محتاج حاجة انا معاك، انا هقدر اساعدك، لو احتجتني انا موجود. لكن الشخص المحبط ده، عموما احنا كلنا كبشر بنكره الشخصية دي او النوع ده من الشخصيات، لكن بالاخص برج الجدي بيكره النوع ده من الشخصيات، لان هو شخص ناجح، شخص بيحب قوي يحقق انجازات في حياته، في الشغل بقى في العلاقات او كده، بس بيحب يحقق انجازات، حاجات الناس لما تعرف ان هو حققها تقول له شابوه، يعني برافو. فهو دايما شخص طموح جدا، بيحبش حد يحبطه خالص. بعد كده برج الدلو. برج الدلو بيكره جدا 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 الشخصية الشكاكة، الشخصية اللي هي ما بتصدقوش، يعني لما يبقى بيتعامل مع شخص ويحس ان الشخص اللي قدامه ده مش بيصدقه او بيشكك في كلامه، او بيكذبه بمعنى اصح، او محتاج يبذل مجهود في انه يثبت له ان هو بيتكلم بجد او ان هو مش بيكذب.
ده شخص تقيل عليه في حياته، هو مش محتاجه، هو في غنى عنه، لان هو اساسا مش محتاج يكذب. الدلو ممكن يجامل، ممكن يقولك كلمتين حلوين، لكن مش محتاج يكذب، لان هو في اي علاقة بالناس عموما هو بيبقى عايز الشخص اللي قدامه، يعني اهم حاجة بالنسبة له في اي علاقة هو ان الشخص التاني يقبله زي ما هو ويحبه زي ما هو، وما يطلبش منه خالص انه يغير حاجة في حياته عشانه. فكرة ان انت تطلب مني التغيير دي حاجة بالنسبة للدلو مش مقبولة. انت عرفتني كده وحبتني كده، فانا مش مطالب ان انا اغير حاجة في حياتي. فبالنسبة له الشخص اللي بيشكك فيه، الشخص اللي مش بيصدقه، ده اللي هو انت، انا مش محتاجه اكدب عليك اساسا عشان تبقى كمان بتحسسني ان انا كداب او ان انت شاكك فيا يعني. لا، شاكك فيا خلاص، روح صدق اللي انت شاكه، مش هيقعد يبرر ولا هيقعد يدافع عن نفسه هو مش مضطر يدافع عن نفسه. فتمام، انت مش مصدقني، انا كداب، شوف بقى عايز تروح فين. ده بالنسبه لبرج الدلو. اخر بقى برج هو برج الحوت، واللي دايما يا عيني جاي في الاخر ومظلوم. برج الحوت اكتر شخصيه آه مش هقول بيكرهها قوي بس ما بيحبهاش، هي الشخصيه اللي عايشه على ارض الواقع قوي، ما بتحلمش. الشخصيه اللي هي بتمشي 1+1=2. برج الحوت، لا، برج الحوت من الشخصيات اللي عندها فلسفة كده، أو عندها نظرية، أو عندها طموح أو حلم بإنها تقدر تحقق المستحيل. يعني لو 1+1=2 هو ممكن يخليهم يساوي 3 بشوية لعب كده في الأرقام. هو عنده القدرة دي، هو يقدر يغير في قوانين الكون، يقدر يلعب بالحاجات، ويقدر يحقق حاجات ما كانش حد يتخيل انه ممكن يحققها او ممكن يعملها. هو عنده مبدع جدا ودماغه شغالة كرييتيف، وبيفكر ودايما بيفكر out of the box. فالناس الواقعية دي اللي هي دايما بتفكر جوه الصندوق مش براه، بتفكر في بالطبيعي مش باللي ممكن يحصل. دي ناس هو بيكرهها، ما بيحبهاش، بيحس ان هم ما عندهمش طموح، ما عندهمش حلم، ما عندهمش ادراك عالي، دماغهم مش معرفش بيقولوا عليها ايه، بس مش open minded كده، دماغه مش متفتح لاستقبال الافكار الجديدة والحاجات الجديدة اللي في الحياة. فده النوع من الشخصيات اللي برج الحوت ما بيحبهاش وما بيحبش يتعامل معاها. بيحب دايما الناس اللي عندها حلم، عندها باشن، عندها طموح عايزه تحققه، وحتى لو مش هنحققه بس كفايه ان احنا نحلم. يعني مش شرط خالص ان احنا نحققه، بس احلم معايا. ما تقعدش تقولي لا دي حاجات مستحيله، ولا اصل الناس مستحيل نطلع القمر. احنا طلعنا، وحتى لو مطلعناش او لو ما حققناش حاجة، ففي الاخر كفاية ان احنا نقعد نحلم، نحاول نحقق حاجات جديدة، نحاول نعمل حاجات جديدة، نحاول نفكر بطريقة جديدة. ده برج الحوت، ودي الشخصيات اللي بيكرهها. وكده بقى خلصت لكم ال 12 برج، وسوري على لو كنت طولت عليكم يعني، وباي باي.